فاتني بمثلوش اللي يمدي بستاني وبيضاني شمجم المدافع وليس إيماني وأمري وطموح. أزو الفلاون، السلام عليكم، مرحبتين أعزائنا المشاهدين مشاهدين قناة 218. اليوم حنبدو في أول حلقة من برنامج أمازيغي بالعربي. أمازيغي بالعربي هو برنامج يحكي على الواقع الأمازيغي في ليبيا، يحكي على الأمازيغيين في ليبيا بصفة عامة. برنامج أمازيغي بالعربي حيحاول يوصل الصورة أو جزء من صورة الأمازيغي في ليبيا. وطمور كتفات ندم الدور اللي يدري قصاني وضيضان شميم مدافع غريس إيماني ودي وطمور أتيري ما تفلو القلا ولا دايريني مزيغ الناي أتيريني مشكون ندي مقارن أتيريني يديريني من لالي ندي وطمور. صباح الخير خالي خالد. صباح الخير، نهارك سعيد ونهارك طيب. كويس. علقنا عليك في البحر. نستضيف فيك اليوم في برنامج أمازيغي بالعربي. بارك الله فيك على رحابة صدرك وانت كيف طالع من البحر واعطيتنا حتى حوتين، وبارك الله فيك. أول حاجة نبي نسألك، قديش ليك في البحر؟ والله في البحر من تاريخ الميلاد، جزيرة فروة. يعني قديش سنة لما نقول لك قديش سنة تو في البحر تنزل البحر ما هو البحر هذا فيه فترة عمل، فترة هواية، فترة اشتغلنا في الدولة كذلك. يعني مش على طول في البحر بحارة، بنكون من صغرنا شوية. يعني يعني غيرك الخبرة. طبعا أكيد. باهي البحر في زوارة على شنو يتميز على باقي البحور في ليبيا أو بحر فروة بالتحديد، جزيرة فروة؟ بحر فروة طبعا يختلف على البحور. بالنسبة للبحيرة، بحيرة فروة اللي هي داخل الجزيرة، هذه مياه ضحلة وجميع أنواع الأسماك تعيش فيها، تختلف عن البحر الثاني اللي يسافر فيها الحوت في كل وقت. ويعني حتى في البحر ما يكبرش فيها حتى جت ريح، ما يكبرش فيها البحر هلبة، مو زي البحر الأبيض المتوسط اللي من الشمال. شمال الجزيرة هذا بحر أبيض متوسط كبير ويكبر، واللي داخل الجزيرة بحيرة تسمى بحيرة جزيرة فروة، وهذه كلها امتداد لشواطئ زوارة. تمام. تو في زوارة البحر شو نسموه فيه بالأمازيغي؟ إيلل. أيوة. إيلل اللي هو البحر. إيلل. باهي إيلل من زوارة، الحوت اللي فيه هل تلقاه في مكان تاني ولا في حوت مميز موجود في زوارة فقط؟ يعني أغلب أنواع الأسماك موجودة في زوارة، موجودة في بحر ثانية إلا قليل. يعني فيه بعض أنواع الأسماك مرات تجينا هنا ما نعرفوهاش، تخش علينا ما نعرفوهاش، لكن 99% من أنواع الأسماك موجودة في زوارة وفي جزيرة فروة، وخاصة في القصير، نقولوا القصير احنا، هذا البحيرة اللي هي تمتد من مصنع بوكماش لغاية راس جدير. باهي انت قبل ما نبدو اللقاء معاك قلت لنا الحوت ناقص في الصيف، في فترة الصيف، وفي حتى بسبب التلوث. قلت التلوث هذا المصنع زمان، مخلفات المصنع، المواد الكيماوية اللي يحطوا فيها الأسباخ اللي في جنب المصنع. طبعا البحر فيه مد وجزر، لما يعبي البحر تمشي المية تخش للسبخة، ولما ينزح البحر تجبد هاك المواد معها وتخش، وفعلا تلوث. يعني بحيرة تلوثت هنا، تلوثت حتى يعني قبل كنا حتى تنجرح في القصير تبرى، تو بدا واحد ينجرح يخش المية القصير يضر، يعني ضار اكيد يعني. باهي تو انت قديم في البحر وليك سنين وعندك باع في البحر وعندك عشق مع البحر، العشق متاعك هذا مثلا بعد ما تطلع بوجبة حوت هل تروح بالحوتات وتطيب فيهم في الحوش؟ هل عندك وجبة مفضلة يعني الحواتة ولا الناس اللي قديمة في البحر بالحوت؟ شنو هي 80% استهلاك، الا اذا كان حاجة كبيرة هلبة، كمية كبيرة ممكن تنباع، لكن كان حاجات بسيطة كلها الأحباب والأصدقاء والحوش. باهي شنو الوجبة المفضلة اللي تدير فيها بالحوت؟ هذه معروفة في زوارة، البزين والحوت، هذه ما يختلف عليها حد يعني. هذه بزين بالحوت. باهي الحاجة الثانية اللي مثلا انت تطلع للبحر لازم تكون متأكد انها موجودة معك. بالنسبة للمحرك، المفاتيح طبعا والشماعي والبنزينة بالزايد والزيت والحبل المخطاف. حبل المخطاف يكون لازم مسافة طويلة، ما تندريش على الظروف وعلى اتجاه الريح وعلى عطل المحرك، سيفتي يعني. باهي شنو الحاجة اللي ديما البحار في زوارة ولا الحوات في زوارة يحاول انه يركز عليها وقت يخش البحر؟
شنو يعني يركز على حاجات الضروريه اللي بياخذها معاه واحتياطاتها وماكلته وشرابها، ومرات بيطلع اليومين مرات حتى 3 ايام في البحر ما يروحش. في اللي يقعد 3 ايام في البحر؟ طبعا يمشوا في الصيد بالصنار برنقالي احنا نقولوا. هذا مرات يقعدوا باليومين 3 في الاعماق، يعني في مسافات طويله لان البر ما عادش يبان لك. باهي تو احنا زي ما نقولوا ليبيا تتميز انها عندها بحر واسع، مسافه كبيره على البحر. هل احنا مستغلين البحر هذا؟ انت كحواتي لي تقول ليبيا هل مستغله البحر هذا؟ زمان كان في استغلال البحر من جرافات وقوارب وشركات وخواص والناس كلها، لكن تو خلاص اتجهت ان البحر استعملوه في حاجات ثانيه. طيب احنا سؤال ديما نسالوا فيه هذا في برنامجنا مزيغي بالعربي وخاصه في مدينه زواره، شنو يعني ليك اتليل والبحر؟ البحر ليل البحر شنو يعني ليك البحر؟ احنا البحر بالنسبه لنا احنا كل كسكان جزيره فروه هذا معناه هذه حياتنا في السابق، اجدادنا واهلنا كانوا هذو عايشين على البحر. معناه كان نقول لك جزيره فروه تقول لي حياتي. هذه مولود فيها ناس جزيره فروه، مولود الجزيره انا. خالي خالد نشكروك خالد فطيس، ونشكروك على الحوتات اللي اعطيتهم لنا وبارك الله فيك. شكرا سيد ارم، بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافه والسلام عليكم. وانت طيب ان شاء الله. زي ما تشوفوا فينا ماشيين لجزيرة فروة. جزيرة فروة قدامنا. البحر طبعا زي ما حكى معنا خالد فطيس قبل شوية أحد الحوات هنا، قالنا البحر فيه نسبة تلوث بسبب مصنع أبو كماش والصبغة اللي لوحوا فيها اللي فيها المواد الكيميائية، فالبحر تحس أنه حتى لونه متغير يعني. لكن هذه جزيرة فروة قدامنا، ومع هذا اليوم نصيبنا كويس، الجو جاي كويس، فحنتعرفوا اليوم أكثر على جزيرة فروة. وحيكون معنا أحد اللي ولاد البحر اللي في جزيرة فروة هنا، هو أخونا عصام، حيشرح لنا شوية على جزيرة فروة. وقاعدين نستمتعوا بالأجواء البحرية في مدينة زوارة، وبالتحديد في منطقة فروة. جزيرة فروة طبعا معروفة ببحرها النقي، وكنا نهدرسوا مع أستاذ خالد فطيس أحد البحارة والحوات اللي هنا، قالنا أن في مقبرة في جزيرة فروة كيف بدت تطلع، يعني قال هو أنا مواليد 54. المقبرة هذه بسبب الرياح، بسبب المناخ، بسبب التغيرات الجوية، بسبب الرياح بدت تطلع زي البيت زي الحاجة يعني. فحنحاولوا نتعرفوا عليها اليوم ونشوفوها. وفي مكان اسمه البلاصة هنا حتى هو حنزوروه، ونحاولوا نوروا لكم صورة مقربة في برنامج أمازيغي بالعربي. ما انتجينا قعدنا نهدرسوا يعني من ورا الكواليس. قلت لي يعني ان في مقبره هنا وفي ناس مدفونين، وعندك حتى عمك مدفون هنا. عندي جدي اللي مدفون هنا. حتى جدك مدفون هنا، يعني انت ابن المنطقه؟ ابن المنطقه اكيد. باهي تو جزيره فروه يعني قديمه هي، يعني من ايامات ملك ادريس. في البلاص هذا المكان هذا قالوا من ايامات ملك ادريس، كانت في مدرسه، كان في عياده، كان في حتى متاعين الجمرك. تو في الوقت الحالي هل فيها حاجه جزيره فروه؟ هل مستفيدين منها انتم؟ بالنسبه للوقت الحالي، بالنسبه لجزيره فروه، الناس الاصليين اللي كانوا ساكنين فيها عندهم مخدره طبعا اللي غلط التطوير والمواضيع هذه. تو حاليا هذه كلها تتسمى فيها اراضي، احنا نقولوا لها بحيرات تاع مواطنين ليبيين زواريين، فهمتوا؟ يملكوا اراضي الداخل. طبعا بالنسبه للاستثمار والحاجات هذه ما في شيء زي ما انت شايف، يعني نخلوا رمله وخلاص. خلوا رمله، وعندنا البلاص هذا نستغلوا فيه
فيه ماجن نتاع ميه نعبوا فيه ميه حلوه ونستغلوا فيه لما يجوا ناس سياح مثلا ولا ناس يبغوا يتفرجوا على فروه يلقوا في ميه حلوه باش يشربوا ويغسلوا وجوههم. يعني كل مجهودات الدوله ما في ما فيش. لا الدوله لحد الان ما في شيء وكاف من لحقات وتعالى جاي اصلا ما زارتناش احنا. ممكن انتم اول زياره تديروها كصحافه للمنطقه جزيره فروه ممكن انتم اول ناس تجوا تديروا معنا لقاء. كنا نتمشى شويه فكنا نهدرزوا على جزيره فروه وان احنا جينا اول مره. فان شاء الله يعني نقولوا ان شاء الله ان في ناس تهتم بها الجزيره هذه ان شاء الله. لكن نبي نسالك على حاجه، يعني حتى في الكواليس انت واستاذ خالد فطيس اول ما جينا المرسى قلتوا لنا ان في مقبره عندكم، فقلنا على المقبره هذه. قال لي في مقبره نتاع طليان موجوده في الجزيره. مقبره نتاع طليان مضبوط، وفي مقبره نتاع طليان وفي مقبره تو حاليا في الرفات نتاع اجدادنا وكذا، ناس كانوا ساكنين هنا في الجزيره نفسها لحد الان موجود. يعني المقبره هذه موجوده نتاع اجدادنا هذه، وفي مقبره نتاع الطليان، وعندنا مساكن. بس شنو الشيء المميز فيهم المقبره هذه ما دام هم قدم اول شيء هذه يعني زي ما تقول هذا رفات نتاع اجدادنا، يعني حاجه من يعني هذا يثبت ان احنا الارض هذه يوم الايامات كانوا فيها اجدادنا وزرعوا وفلحوا وطلعوا منها ميه حلوه، يعني منطقه ممطره في يوم الايامات، منطقه حلوه ما شاء الله. تو اللي ناقصها شويه اهتمام، والاهتمام مش شرط من الدولة بس حتى من أهالي المنطقة، من الناس اللي كانوا ساكنين هنا. باهي. والمرسى هذا قلت لنا عليه بكري من أيامات الطليان. هذه المرسى هذا بنوها الطليان. هذا بنوه الطليان. هذا بنوه الطليان. وما اهتموش به من وقتها. لا بالنسبة للطليان أخذت وقتها، استعملوها طبعا للمشاة، بيدرسوا القوارب زي ما أنت تشبه بدل ما احنا ماشيين في المية تحت، هم بيستعملوها كانت مجرد عبارة عن سقالة يمشي فيه المشاة حشاك يمشوا فيه يجيبوا فيهم الحيوانات بتاعهم، يعني استغلوها واخذت وقتها 100. بالنسبه لنا احنا قلت الامكانيات باقي سقاله زي هذه بنستفيدوا منها احنا كاهل المنطقه كالسياح ككذا، بدل ما يجي ينزل في الميه زي توا ينزل على القارب يدرس على السقاله واستطاعته يطلع لبرا للجزيره. يعني لو فيه امكانيات الجزيره هذه حتستفيدوا بها. المفروض لو في امكانيات، احنا ماذا بينا الدوله تهتم تنظر للجزيره هذه حتى لو بحاجه بسيطه، بحكم ان هي جزيره بيجوا لها الناس هذه من مش من حتى من ليبيا، من حتى خارج ليبيا، معروفه جزيره فروه هذه. طبعا ما دام فيها مقابر حتجيب لك سياح للطليان وحتجيب لك وبالزبار. يعني من الجزيره هذه يوم الايامات سفرات وناس، يعني ناس دبلوماسيين وكذا، يعني جزيره معروفه. دابري الكازير ما مش نشوفوا الكازير. اي بالضبط، الكازير ما هو في جنبها المناره طبعا. جنبها المناره. المناره هذه بنوها الطليان طبعا من زمان، من ايامات الملك ادريس. والمناره طبعا الوظيفه نتاعها انها بيشوفوها القوارب من كان بعيد كذا باش يحددوا المنطقه نتاعهم بالضبط، يعرفوا ان هم موجودين في الجزيره هذه. يعني كان يستخدم فيها الحراسات الحدوديه. هي هذه الوظيفه نتاعها المناره يعني. تمام. استقبال القوارب، بيشوفوها القوارب من بعيد كعلامه داله ومعروفه، يعني هذه من امتى بنوها الطليان. المده اللي فاتت تونا مديرين لها صيانه وتو حاليا ما تشتغلش انا. فتنا باش نشوفوها نقرب ونتعرف عليها. هذه مناره نتاع جزيره فروه. هذه المناره هذه من بنوها الطليان طبعا، مناره للقوارب وللناس اللي باش يحددوا المواقع نتاعهم بالضبط. والمناره هذه زي ما انتم شايفين هذا مبنى قديم، المده اللي فاتت تتصين ماشي، واحنا مش ما نبوش نفقدوا حاجه زي هذه، حاجه اثريه، ولكن عندنا ناس الله غالب عقول ربي يكون في عونها، او زي ما شايفين او تخربيش على الصور هذا والحاجات هذا كلها ما فيش منه داعي. واللي يجي المفروض يجي بدل ما يبدا مروح ينظف الحاجات نتاعها، يعني كل واحد يخش المكان يهتم به، لكن بالطريقه هذه مش مزبوط. هذه حاجه اثريه، هذه لجدودنا وابائنا. هذه شو يسموا فيها بالزواري بالامازيغي؟ بالزواري يسموا فيها الطناره اللي هي مناره. طناره. اللي هي طناره اللي هي باسم مناره. هذه مبنيه من ايامات الطليان، والطليان هذه كانوا مستخدمينها طبعا الاشياء اللي تتعلق بهم هم بالبحر والحاجات هذه. 100. وفي نفس الوقت عندنا الكازيرما، هذا حتى هو مبنى تبع الطليان.
صفية المدة اللي فاتت تونا زي ما شايفين وترمموا 100 100. لكن احنا توا حاليا نعانوا بالمشكلة نتاعت اللي يجي زي ما انتم شايفين يخلي الحاجات نتاعها وكذا. وارجو النظافة علاش؟ النظافة أول شيء احنا ما عندناش إمكانيات، ما عندناش وسائل باش احنا نخشوا وننظفوا كذا. لكن احنا بنكلموا في اهالي المنطقه، بنكلموا في الشباب، في السياح اللي يجوا هنا. يعني مش معقول هيك اللي يجي يعني بيخلي مخلفاته وكذا، على الاقل يقيم كناسته يمشي يحفر له حفره ولا يولع فيها عود وقيد والمكان هذا مكان عام ومنفس للجميع، فالمفروض نحافظوا عليه يعني صراحه. وان شاء الله الناس تاخذ بالكلام هذا ويحافظوا على المباني زياده، هذه المباني اثريه يعني المفروض نحافظوا عليها. والجزيره وزي ما انتم شايفين هذه جزيره غنيه عن التعريف، وان شاء الله ربي يهدي البلاد ويهدي النفوس. ايه ده؟ ده محرات وده بقر. إيه شنو هو؟ محرات. شنو هو المحرات؟ المحرات هو بمعنى هنا قرساوي. قرساوي. وهذا من امتى كيف خشيتوا وطلعتوه؟ خشينا امبارح في الامس، جبنا طعام صغيره اللي بنسميها سبارس ورميناها في الصنار وجبناها اليوم. قداش ليك عايش في مدينه فروه؟ ده جالي من 2010. من 2010 يعني ليك فتره زمان هنا؟ بنروح ونيجي على طول. طب شنو اللي يميز بحر فروه وبحر زوار على باقي يعني باقي المناطق؟ المأكله اللي فيها بتقلب الحوت عليها. الماكله اللي فيها؟ الماكله اللي فيها. باهي شنو الحاجه المميزه اللي تلقاها في زوار ما تلقاهاش في منطقه ثانيه في بحر ثاني؟ يعني حاجه تلاقيها هنا ما تلاقيهاش في حته ثانيه. بالنسبه للحوت يعني؟ بالنسبه للحوت هنا اكثر قرنيط والشبي. شنو هو؟ قرنيط والشبي. واكثر حاجه هنا الوراغي. وراغي هم دول افضل حاجات موجوده، مش موجوده في شط ليبيا كله. باقي قداش ساعه تقعدوا في البحر؟ مرات بنطلع على المغرب بنوصل زي الوقت كده، ومرات بنطلع في النهار اما يكون شغل القرنيط او الشبيه بنطلع الساعه 7 الصبح، بنعود قبل المغرب بساعه. باهي دلوقتي انتم بتبيعوه ده ولا بتطبخوا منه ولا ايه؟ بناخد ناكل لنا بس والباقي بنبيعه على طول للزواريين هنا. اوكي. للزواريين وبتوع مكمل. باهي الكيلو هذا منا بقداش؟ احنا بنسلمه احنا مننا احنا ب 4 دينار. ب 4 دينار مننا احنا. والتاجر طبعا بياخده بيدفع عليها نص دينار. باهي. قديش ليك تمارس في اللعبه هذه كرة قدم شاطئيه؟ والله يعتبر من الصغر، يعني انت كيف ما تعرف يعني قاعد في زواره والبحر بجنبك، يعني من اول ما تخش الدنيا يعني 6 سنوات اول ما تعرف البحر اكيد مع البحر تلقى معاه الكوره والكوره، يعني من الصغر يعني من سن 7 سنوات 8 سنوات تبدا تمارس في الكوره، وبعدين طبعا بعد تطور مع التدريب مع كذا. في عندنا يعني تو اكثر من 8 سنوات 9 سنوات الكره الشاطئيه بدات رسمي، يعني عندها ملاعب في زواره بدوا يمارسوا فيها وعندهم بطولات، لكن البطوله هذه تعتبر اول بطوله توسو. كان فيها بطولات قبل شاركوا، بطولات قديمه شويه كانت بطوله كوكاكولا يمكن شاركنا بها، بطوله تابعه اتحاد ليبيا قبل في زواره، وهذه تعتبر البطوله الاولى بطوله توسو لكره القدم الشاطئيه. فهي توا نبي نطلب منك حاجه، كلمه تقولها لكل زاير ممكن انه يجي زواره، ولا كلمه اللي حيشوفوا برنامج امازيغي بالعربي تقول لهم كلمه حتى يزوروا زواره.
والله نقول لكم مرحبتين بكم زواره، وتعالوا زواره وشط زواره، والناس زواره كلها ترحب بكم، والصيف في زواره اكيد احلى احلى. هي الضربه الاخيره لكم انتم، لو ربحتوا نبوا نشوفوا فرحتك. ما جددت معلش فبنشكروك خويا وبارك الله فيك خويا مسعود باهي، وان شاء الله بالتوفيق ليكم. سواء ربحتوا مبروك ولو خسرتوا هارد لك. بارك الله فيكم وشكرا لكم انتم على زيارتكم للزواره، وتفضلوا في الصيف في الشتاء في اي وقت ان شاء الله مرحبا بك. تمام مالهم يا محمد. نمزي وغدن سيسي دوران أمزي